يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في فيديو جديد ويوم جديد. اتمنى يا رب انه يعجبكم وان يرضيكم. انا سوسو ودي قناتي، ولو انتي اول مرة تشوفيني تنضمي لعائلتنا الجميلة وتشتركي، ولو الفيديو عجبك ما تنسيش تعملي لايك. النهاردة هنعمل مع بعض تنظيف التلاجة وكمان تنظيم مشتريات السوق. فيلا بينا نبدأ الفيديو مع بعض ونصلي كده على الرسول ونقول اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. دخلت اول حاجه كده على المطبخ وقلت اغسل كده المواعين اللي عندي، وكمان كنت فاصله التلاجة من قبلها بيوم علشان كل التلج اللي فيها يفك، عشان تبقى سهله معايا لما نبقى نغسلها دلوقتي مع بعض. فتمام، اول حاجه كده هعملها زي ما انتم شايفين، قلت اغسل كده المواعين عشان نتشجع مع بعض. فما كانش عندي كده كوبايات، فكلهم كان طبقة كده، فقلت ان انا اغسلهم وبعد كده هنشطفهم مع بعض وكمان نصفيهم وبعد كده هنشيلهم في الاماكن بتاعتها. وحشتوني جدا جدا من اخر فيديو عملناه مع بعض. الفيديو اللي فات كنا عملنا مع بعض تنظيف البيت وفرشه كمان، فلو مشفتوش روحي شوفيه هيعجبك جدا جدا. وشكرا ليكم على كل الكلام الحلو اللي بتقولوهولي، شكرا جدا جدا. واهلا وسهلا بكل اخت وحبيبه وصديقه اشتركت عندي. نورتيني حبيبتي وشرفتيني، وجودكم في قناتي ده شرف كبير قوي ليا وتاج على راسي. خلاص كده زي ما انتم شايفين قربت كده هخلص المواعين اللي عندي علشان يبقى المطبخ فاضي. لما تكوني هتعملي زي كده تنظيف عميق لحاجة فلازم تخلصي المطبخ الاول ويكون نظيف علشان الدنيا متتكركبش معاكي، وده طبعا بيبقى كده مريح نفسيا لما الدنيا تبقى هادية كده ورايقة. خلاص كده زي ما انتم شايفين قربت اخلص كده بشوية المعالق كده، وكمان الكبش ده اخر حاجة كده هغسله. وبعد كده على طول طبعا هبدأ ان انا اشطفهم وهصفيهم كده جنبي لحد ما اخلص كده ويتصفوا كويس، وبعد كده هحطهم في المكان بتاعهم. تمام، متعودين طبعا بنصفي كده الحاجة قبل ما نحطها علشان الدنيا تبقى نظيفة. تمام، فانا خلاص كده اخر حاجة هشطفها كده معاكم علشان كده هندخل مع بعض دلوقتي. هغسل كده الحوض اخر حاجة عشان يبقى نضيف كده وزي الفل. فيلا بقى امي، لو وراكي شوية مواعين وراكي اي حاجة عايزة تتعمل وهتتشجعي معايا جدا ان احنا هنغسل دلوقتي مع بعض التلاجة وهننظمها وهنخليها زي الفل، نخليها كده بتلمع. تمام، خلاص كده غسلت الحوض والحنفية كده علشان الدنيا تبقى زي الفل زي ما تعودنا طبعا. بنغسل كده كل حاجة علشان تبقى نضيفة على طول، وكمان نهتم بالحاجة بتاعتنا علشان وقتها كده الافتراضي وعمرها كده تعيش وقت اطول معانا. خلاص كده هنا خلصت والحوض بقى زي الفل فاضي كده، مفيش مواعين، بيبقى راحة نفسية لينا احنا كستات كده لما بنشوف الحوض فاضي. فيلا بينا بقى ندخل على المعركة الكبيرة وهي التلاجة.
تمام. يلا كده هبدأ على طول ان انا اغسلها. شلت بقى منها الارفف وكمان الدرج، و للأسف الدرج اتكسر. قدر الله ما شاء فعل، الحمد لله على كل شيء. التلج بتاع آه التلاجة اللي هو بيكون من جوه ده وقع على الدرج فاتكسر للأسف. الحمد لله على كل شيء. هوريهولكوا بس كده نغسل مع بعض الأول التلاجة وكمان ننظمها. تمام. جبت كده هنا البريل كده و بدأت كده ان انا اغسل التلاجة كده من جوه. كانت يعني منهارة بجد، كانت محتاجة ان هي تتغسل غسلة عميقة جدا جدا. تمام. فهبدأ كده ان انا اغسلها كويس جدا جدا من جوه، وكمان خليها كده ترجع جديدة. تمام. هنا برضو غسلتها كده من الجزء التاني ومن الجناب ومن كله. هنا انا بدأت اغسل بسلكة ناعمة لان التلاجة كانت محتاجة ان هي تتغسل غسلة كويسة. تمام. لو ان هي طبعا مش محتاجة فانتي بتغسليها كده بسبونشة ناعمة. تمام. وانا برضو هنا حريصة جدا جدا اني بغسل كده بالراحة. تمام. يعني مش بغسل جامد علشان التلاجة من جوه ما تتجرحش معايا. خلاص كده هنا غسلتها زي ما انتم شايفين وخليتها زي الفل. هبدأ كده ان انا امسح كل الصابون ده. طبعا همسحها كده كذا مرة، وكمان هنشفها بعد الفوطة المبلولة. لازم تنشفي التلاجة كويس جدا من جوه. بصوا ايه رأيكم بقى؟ التلاجة بقت بتبرق. خلاص كده نشفتها كويس جدا وخليتها فله. تعالوا بقى اوريكم شكل الفريزر عامل ازاي. بصوا يعني شرح نفسه بقى ومنهار وحالته صعبة جدا. هشيل بقى كل التلج ده وهبدأ ان اغسل كده الفريزر وعلشان يبقى كده زي الفل. تمام. ايه اللي هيسألني ليه بقى بدأتي بالتلاجة من تحت ما بدأتيش بالفريزر؟ لان كان لسه التلج في الفريزر برضو مفكش كويس، فقلت لا اغسل التلاجة من تحت الاول عبال ما يكون التلج فك كويس من الفريزر من فوق. تمام. برضو كده هغسل كويس وهخليها كده زي الفل. طبعا الصابون مش باين لان طبعا ابيض. بس انا غسلتها غسلة محترمة جدا جدا، خليتها لكم جديدة. تمام. وبعد كده هغسلها برضو هبدأ ان انا امسحها وهنشفها كويس جدا. زي ما قلنا لازم نمسحها كويس وننشفها كويس جدا. تمام. فقولوا لي كده بنات اخباركم ايه؟ الجو بدأ يسقع جدا جدا والشتا بقى دخل مرة واحدة علينا. فقولوا لي بقى عاملين ايه وايه اخباركم في الشتا وفي الجو الساقع ده. انا متكتكة حرفيا، الجو ساقع جدا. ف ربنا يعيننا ويا رب يعيننا على الدور الصعب اللي موجود اليومين دول. حرفيا يعني مبهدلنا. فالحمد لله على كل حال. خلاص كده هنا خلصت التلاجة زي ما شفتوا. الفريزر بقى تمام، وهمسح برضو كده كويس. وطبعا هجيب فوطة برضو ناشفة كده وهنشفه برضو من جوه. بعد كده هنا نشفت التلاجة كده وخلصتها. هبدأ كده ان انا اغسل الازاز بتاعها على الحوض. تمام. هغسل كده وهشطف.
وطبعا لما تيجي تغسلي الازاز فبتغسليه كده بالراحة، لا يتكسر ولا يقع منك، فبكل حرص تخلي بالك علشان مفيش حاجة تتكسر منك يعني. تمام. فعايزة اقولكوا يا بنات، لو حد يعرف يعني اجيب منين الدرج بتاع التلاجة، فلو حد يعرف يعني ان لو ليها قطع غيار او كده بتتباع يقولي، وانا يعني اروح اشتريها، لان بجد زعلانة عليها جدا جدا. خلاص كده اخر رف هغسله كده معاكم. نغسل كده كويس، وبعد كده هشطفهم كده. وطبعا برضو بمسحهم بفوطة قطن برضو تنشيف قبل ما احطهم في التلاجة من جوه. تمام. مش بسيبهم كده بالمية بتاعتهم، لا طبعا بنشفهم كويس وبمسحهم بفوطة. تعالى اوريكم بقى شكل الدرج. بصوا، شايفين منظره بقى عامل ازاي؟ اتكسر. الحمد لله على كل حال، الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل. فقولوا لي يا بنات لو حد يعرف يعني يكتب لي برضه في الكومنتات. تمام. ادي شكل التلاجة بعد ما نضفناها وخليناها زي الفل، بتبرق. تمام. 100 فل و14. يلا بينا اوريكم بقى المشات اللي جبتها. جبت هنا طماطم وجبت خيار. تمام. وكمان جبت بطاطس، وكمان جبت كوسة. بدري ما جبتهاش. وكمان اخر حاجة جبت بتنجان. يلا بينا بقى ندخل بقى على الحوض ونغسل كل الحاجات اللي هي محتاجة ان هي تتغسل. بدأت كده اول حاجة بالخيار، هبدأ كده ان انا اغسله وهحطه كده في المنظم بتاعه. احلى حاجة ان انتي اول ما تجيبي كده الطلبات تغسليها كده وتنظميها. ده بيسهل عليكي ان لما تطلعي حاجة من التلاجة تبقى نظيفة، ومش محتاجة لسه هتغسلي، او لو اولادك بيفتحوا التلاجة وبياكلوا فالحاجة تبقى نظيفة. تمام. هنا زي ما انتم شايفين خلاص كده خلصت، غسلت الخيار وخليته كده زي الفل. برضو هجيب الطماطم وهغسلها. جبت هنا الطماطم وهغسلها كده واحطها برضو في المنظم بتاعها، عشان كده الدنيا تبقى منظمة ومهندمة كده برضو في التلاجة. كل حاجة كده تمام. هشطفهم كده كويس. خلاص كده اخر حاجة. وبعد كده على طول هوريكم. بصوا، ايه رأيكم كده؟ الدنيا بقت زي الفل. هحط بقى البتنجان في العلبة دي، لان طبعا انا كنت بحطه في الدرج، فلما اتكسر ما حطيتش فيه اي حاجة، سبته فاضي. فهحط كده البتنجان في العلبة دي. تمام. وهجيب برضو كمان علبة تانية وهحط فيها الكوسة. خلاص حطيت كده هنا الكوسة زي ما شفتوا، وبعد كده هوريكم شكل الدنيا عاملة ازاي. هنا حطيت كل حاجة في التلاجة.
تمام. وهنا من تحت حاطه العيش. في نهاية يومي كده روقت على حالي بفشار. تمام. وبكده يكون فيديو النهاردة خلص. يا رب يكون عجبكم، متنسونيش في اللايك وفي الاشتراك. مع ألف سلامة.